ايه هي العلاقة بين اسعار الفايدة والتضخم وازاي بتأثر على اسواق المال بشكل كبير جدا؟ خلينا في البداية نكون عارفين ان كل حاجة وكل مستويات ليها ايجابياتها وليها سلبياتها. يعني ما ينفعش يكون عندي تضخم عالي قوي او تضخم منخفض جدا، وما ينفعش يكون عندي مستويات فايدة عالية جدا طول الوقت او مستويات فايدة منخفضة طول الوقت. في النهاية البنوك المركزية بتحاول ان هي تعادل بين مستويات الفايدة والتضخم، والعلاقة بينهم ببساطة ان انا لما بعلي مستويات الفايدة فبالتالي الاموال بتبتدي تروح ناحية البنوك، وبالتالي السيولة بتقل في الاسواق، وبالتالي التضخم بينخفض. اما العكس، لو انا عندي مستويات فايدة قليلة جدا، وقتها عملية الاقتراض من البنوك هتكون سهلة جدا، وقتها السيولة هتزيد جدا في الأسواق، وبالتالي لما يكون عندي سيولة كبيرة في الأسواق أو لما بيتم عمليات طبع زي ما احنا عارفين، وقتها التضخم بيبتدي يرتفع بشكل كبير. فدايما البنوك المركزية بيكون ليها هدف بالنسبة للتضخم وهدف بالنسبة لمستويات الفايدة، عشان يكون في عملية توازن في النهاية بين الفايدة والتضخم عشان ما يأثروش على الأسواق. ومثال على ده اللي كان بيحصل الفترة اللي فاتت في الأسواق، مستويات التضخم كانت مرتفعة جدا بعد الأزمات اللي حصلت، سواء أزمة كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية، وده أدى إلى مستويات مرتفعة بسبب عمليات التحفيز وضخ السيولة اللي عملتها البنوك المركزية وقت أزمة كورونا عشان تحافظ على الاقتصاد. أما بعد أزمة كورونا ابتدت البنوك المركزية إن هي تسحب السيولة اللي هي ضختها دي، لأن التضخم ارتفع بسبب السيولة دي، عن طريق إن هي ترفع مستويات الفايدة عشان الأموال تبتدي تتوجه مرة تانية نحو البنوك. فبالتالي دايما زي ما قلنا البنوك المركزية بيكون هدفها إن هي توازن بين التضخم والفايدة عشان ما يأثروش على الأسواق.